لو اتبعت الخطوات اللي هقولك عليها دي ان شاء الله المشكله دي هتختفي من تليفونك. المشكله دي وارد انها تحصل لكل انظمه الايفون، فكل الخطوات اللي هقولك عليها دي تنفع لكل الانظمه وكل التليفونات، وكمان الخطوات دي كلها مجانيه. الخطوه الاولى هي انك بتخش على الاعدادات، بعد كده بتخش على البطاريه، بعد كده بتخش على حاله البطاريه بتاعتك لو اقل من 65 او 60% البطاريه دي مش هتستحمل قوه النظام او قوه الابليكيشن، ففي الاغلب تليفونك هيحصل كده. نروح بقى للخطوه التانية. الخطوه التانية هي انك بتروح على الاعدادات، بعد كده بتروح على عام، بعد كده مساحه تخزين ايفون. تليفونك لازم يكون متوفر فيه من 3 ل 5 جيجا على الاقل، حتى لو تليفونك انت لسه جايبه جديد. وكمان ابل كل شويه بتنزل تحديثات، ولو نزل تحديث لتليفونك مش هتعرف تحدثه، ومش هتعرف برضو تفتح تطبيقات بمساحات كبيره. والمصيبه الاكبر بقى ان لو جهازك قفل وما عرفتش تفتحه تاني، وساعتها بقى ما قدامكش حل غير انك تعمل فورمات للجهاز، وكل الداتا بتاعتك والصور وكل الدلع بتاعك ده كله هيروح. وطبعا ده في حاله لو انت مش عامل لها نسخه احتياطيه على اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر. فعشان تتفادى كل المشاكل دي وفر من الاول مساحه من 3 ل 5 جيجا عشان تليفونك ما يهنكش ولا يجيب لك المشكله دي. وفي اخر الفيديو هقول لك طريقه كده تمسح بيها الابلكيشنز بتاعت التليفون، لان اغلبيتنا بيروح على الابلكيشن اللي هو مثلا عايز يمسحه عموما. مثلا هنمسح الابلكيشن ده، بندوس على ازاله التطبيق كده على طول وديليت وبنمسح التطبيق. لا كده غلط، كده التطبيق اتمسح بس ليه ملفات لسه موجوده على الموبايل. فتابعني في اخر الفيديو هقولك على طريقه ازاي تمسح الابلكيشن، طريقه سهله ما فيهاش اي حاجه، والمفروض احنا نعملها لما نيجي نمسح اي ابلكيشن. الخطوه الثالثه بقى وهي ان ابل بشكل مستمر دايما بتنزل تحديثات للايفون، مش اقل من 5 تحديثات في السنه، لان كمان جهازك بنسبه كبيره بيقعد من 5 ل 7 سنين ابل تدعمه. وطبعا لما بينزل لنا تحديث كلنا بنريح دماغنا وبنعمله من على الموبايل، ما بنعملوش من على الكمبيوتر او اللابتوب. واحيانا بيحصل مشاكل وانت بتنزل ابديت على التليفون، ودي حاجه طبعا ممكن عادي انها تسبب لك ان تليفونك يتقفل او يجيب لك الشاشه السوداء اللي فيها المشكله دي. فوارد ان المشكله دي تعمل كده. فعندك حل ان انت لو تليفونك لقيته بيعمل المشكله دي، بعد ما ينزل التحديث تقدر ان انت تعمل فورمات للموبايل ده، طبعا بعد ما تاخد نسخه احتياطيه من التليفون وتنقلها على اللاب. واللي ما يعرفش خطوات، بتروح على الجهاز الكمبيوتر بتاعك بتنزل ايتونز، ده برنامج رسمي من ابل مجاني ما فيهوش اي حاجه. بعد كده بتوصل موبايلك بالكمبيوتر او باللابتوب عن طريق الكابل، وبعد كده بتدوس استعادة نظام، ده بعد طبعا ما تعمل نسخة احتياطية للموبايل على الجهاز بتاعك. والاحتمال الرابع والاخير وده اضعفهم، ان ابل كل ما بتنزل تحديث في بيانات بتاعه التحديث اللي قبليه بتتبدل مع التحديث الجديد، فمع تراكم التحديثات في فايلات بتبقى لسه موجوده عندك على الموبايل. فعشان تتفادى الفايلات دي وتمسحها من على جهازك، الاحسن انك تعمل فورمات للموبايل بتاعك. بس قبل ما تعمل فورمات للموبايل بتاعك بتروح على اللابتوب او الكمبيوتر، بتاخد منه نسخه احتياطيه بتحطها على الكمبيوتر بتاعك، بعد كده بتعمل فورمات للجهاز، بعد كده بتوصل تليفونك بالكمبيوتر او باللاب وبتنزل اخر تحديث لابل على تليفونك عن طريق الكمبيوتر. بعد كده بتعمل استعادة للبيانات اللي انت رفعتها بتاعت تليفونك على الجهاز، بتاخدها تاني من على الجهاز لتليفونك. وللاسف المشكله دي ملهاش حل غير كده. نروح بقى للطريقه الصح اللي انت تقدر تمسح بيها الابلكيشنز او التطبيقات اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. وزي ما قلت لك ان انت لو مسحت الابلكيشن او التطبيق من على الشاشه الرئيسيه بتاعت التليفون زي ما احنا بنعمل، بيفضل في فايلات موجوده على التليفون بتاعك باقي داتا للابلكيشن اللي اتمسح. فالحل الوحيد عندك يا صديقي ان انت عشان تضمن الابلكيشن ده اتمسح بكل الفايلات بتاعته، بتخش على الاعدادات، بعد كده بتخش على العام، بعد كده بتخش على مساحه تخزين ايفون، بعد كده بتنزل تحت وتختار الابلكيشن اللي انت عايز تمسحه. يعني مثلا انا عايز امسح اللعبه دي، بتدوس عليها، بعد كده تدوس حذف التطبيق. بعد ما بتحذفه كده انت ضمنت الابلكيشن ده اتمسح بكل الداتا بتاعته والفايلات اللي ممكن تبقى مزوده لك مساحه وانت مش عارف. بس كده يا صديقي، لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.